السلام عليكم، معاكم محمد السرفي. في الفيديو ده عايزين نخلص بقى الموديل اللي مش عايز يخلص ده، واعتقد ان ده اكيد هيكون اخر فيديو لان التفاصيل اللي موجودة عندنا بسيطة. يعني عايزين نعمل الجزء بتاع المسمار بتاعنا، عايزين نحط المسامير في الفتحات المناسبة ليها، عايزين نعمل السلندر اللي موجودة هنا، وطبعا التفاصيل دي محتاجين ان احنا نحطها في مكانها تحت هنا. والموديل ده انا عندي فيه فتحتين، واحدة هنا واحدة هنا، اللي هم فيهم المسمارين اللي بيمسكوا لي الاجزاء دي كلها في بعض. طيب، اول حاجه ممكن نبدا نشتغل عليها هو الراس بتاع المسمار بتاعي اللي موجوده هنا دي. فانا ممكن ابدا ان انا امسك الحامل بتاع المايك بتاعي، وهمسك الريفرنس بتاع الباك والسايد فيو، وهروح للايزوليشن مود بالشكل ده. اول حاجه، انا المايك بتاعي في الريفرنس هنا، لو انا بدات ان انا ابص من الباك فيو، انا محتاج المسمار ده يكون موجود عندي الناحيه التانيه، لان انا لو بصيت من السايد فيو هو ده الاتجاه اللي انا محتاجه. فانا همسك الريفرنس بتاع الباك فيو واقول له اس اكس سالب واحد، فهتلاقي ان المسمار بتاعي بقى بكل سهوله بقى موجود في الاتجاه اللي انا محتاجه. طيب، الجزء ده من المسمار بتاعي السكيل بتاعه تقريبا هو نفس السكيل بتاع الفتحه اللي موجوده هنا. فانا همسك الموديل ده واقول له اخفي لي تاثير السبديفيجن سيرفيس، هروح للايديت مود، هدوس 3 علشان اروح للفيس سيلكشن، وهمسك الفيسز اللي موجوده عندي هنا، شيفت دي رايت كليك علشان يفضلوا في مكانهم، بي، وهقول له اعمل لي سيبريت سيلكشن، هخرج بره الايديت مود، وبالشكل ده انا بقى عندي الموديل ده منفصل، وهو ده اللي انا هبدا اعمل بيه الجزء بتاع المسمار بتاعي اللي هنا. هبدا ان انا اروح للباك فيو كده، وهروح للايديت مود الت زد، هروح للفيرتكس سيلكشن، همسك الفيرتسيز دي، وهبدا ان انا اقول له جي اكس، وهبدا ان انا احطهم في المكان المناسب ليهم. يعني حاجه بالشكل ده، ممكن اقول له 10.25، يعني حاجه زي كده ممكن تكون مناسبه. وطبعا المسمار من الناحيه الثانيه ممكن ابدا ان انا اقول له جي اكس، وابدا ان انا سنابه هنا على الفيرتكس دي، بحيث ان هو يكون فين موجود في البدايه بتاع راس المسمار اللي هي شكلها سداسي اللي موجوده هنا. طبعا واضح ان انا النورمالز عندي مقلوبه، فانا هدوس ايه علشان امسك الموديل كله، وهقول له شيفت ان، فهيعمل لي ريكالكوليت نورمالز، والنورمالز بتاعي هتكون مظبوطه. طيب، الجزء بتاع راس المسمار لو انت ركزت فيه هتلاقي ان المسمار بتاعي يعني في جزء مايل بالشكل ده، الجزء ده مش ستريت كده، في عندي ميل بسيط. وطبعا هو الشيب بتاعه المنظر اللي انت شايفه ده كده. علشان ابدا ان انا اعمل الراس بتاع المسمار دي، انا محتاج انزل سيركل، بس السيركل دي انا عايز عدد الفيرتسيز اللي تكون موجوده فيها تكون كام فيرتكس؟ تكون 12 فيرتكس، لان انا وانا ماسك اللوب اللي هنا انا عندي 12 فيرتكس، وانا في الاخر السيركل اللي عايز انزلها عايز ابدا ان انا الحمها فين؟ في بقيه الموديل بتاع المسمار بتاعي. فوانا ماسك اللوب دي هقول له شيفت اس كارسر تو سيلكتد، وهخرج بره الايديت مود. ممكن وانا ماسك الموديل ده امسك الريفرنسز بتاعي كمان، واخرج بره الايزوليشن مود واخدهم في الايزوليشن مود تاني، بحيث ان انا اكون مركز على الموديل ده بس بتاعي. هروح للسايد فيو وهبدا ان انا اقول له شيفت اي نزل لي كيرف سيركل، وطبعا عايز اعمل لها روتيشن على الواي 90 درجه علشان تبقى باصه للسايد فيو اللي انا محتاجه. والراديوس بتاعي هدوس شيفت وابدا ان انا اعمل حاجه بالشكل ده كده مثلا، يعني لغايه اما اوصل لقيمه مناسبه. ممكن اقول له خليها لي 16 ونص، يعني حاجه بالشكل ده. هروح للايديت مود، همسك الاثنين فيرتكس دول واقول له اعمل لي ليهم سكيل على الواي، حاجه كده لغايه اما اوصل للوضع المناسب او للشيب المناسب، يعني حاجه بالشكل ده ممكن تكون مناسبه. طبعا انا محتاج يكون عندي كام هنا لما احول الكيرف بتاعي ده المش، انا عايز يكون عندي 12 فيرتكس. فانا هروح للكيرف داتا بتاعي هقول له خلي لي الشيب ده يكون 2 دي، وريزوليوشن بريفيو خليه لي 3، لان احنا قلنا ان انت لما بتخلي ريزوليوشن بريفيو عندك اي رقم هنا وليكن الثلاثه دول، معناها ان ما بين كل 2 فيرتكس هيكون في عندك 3 ايدجز. فانا بالتالي 3 في 4 فيرتسيز هيديني 12 اللي انا محتاجهم علشان استخدمهم والحمهم في بقيه الموديل بتاعي هنا. طبعا انا دلوقتي لو بدات ان انا اروح للسايد فيو واقول له حط لي من الموديفايرز سب ديفيجن سيرفيس موديفاير، هتلاقي ان انت الشيب بتاعك السكيل بتاعه بيقل شويه بالشكل اللي انت شايفه ده. فانا ممكن ابدا ان انا امسك الاثنين فيرتكس اللي فوق دول واقول له اعمل لي ليهم سكيل على الزد، حاجه بالشكل ده. تعال نفعل عشان نشوف احنا بنعمل ايه. يعني اعتقد ان حاجه زي كده ممكن تكون مناسبه، او ممكن اعمل سكيل على الزد يعني حاجه اكتر كمان، يعني حاجه بسيطه كده، يعني حاجه زي كده ممكن تكون مناسبه. بعد كده هشيل السبديفيجن سيرفيس، رايت كليك، وهقول له كونفيرت تو مش كده. لو انا رحت الايديت مود ومسكت كل الفيرتسيز بتوعي هتلاقي ان انا ماسك كام فيرتكس فوق؟ 12 اللي انا محتاجهم علشان الحمهم في الجزء اللي موجود عندي هنا.
طيب دلوقتي هروح للباك فيو وهدوس اي اكس علشان يعمل لي الاكسترود على الاكس، وهبدا ان انا اقول له يعني اعمله لي حاجه بالشكل ده لغايه اما اوصل للسمك بتاع الراس بتاعي اللي انا محتاجها. يعني ممكن اقول له خليها لي 16.6 مثلا، حاجه زي كده ممكن تكون قيمه مناسبه. وطبعا انا محتاج امسك الموديل دلوقتي واقول له شيفت ان علشان يعمل لي ريكالكيوليت نورمالز. همسك اللوب بتاعي اللي موجوده هنا، هقول له اي عشان يعمل لي اكسترود رايت كليك علشان تفضل في مكانها، ام علشان اعمل ميرج كولابس. فانا كده قفلت الموديل بتاعي من الاتجاه ده. طبعا انا هنا محتاج الحم الموديل ده في الموديل ده، فهخرج بره الايديت مود، همسك السلندر دي شيفت الموديل بتاع الراس بتاعي، وهبدا ان انا اقول له كنترول جي علشان كلهم يبقوا موديل واحد. ولو مسكت اللوب اللي هنا شيفت الت اللوب اللي هنا كنترول اي بريدج ايدج لوبس، فانا كده قفلت الموديل بتاعي من هنا او وصلتهم ببعض. طبعا هنا برضو محتاج ان انا اقول له اي رايت كليك ام كولابس علشان اقفل الموديل بتاعي من هنا. طيب قلنا لو انت بصيت من الباك فيو انت الجزء او المسمار بتاعك فيه ميل كده بسيط. فاول حاجه هعملها ان انا هبدا ان انا امسك اللوب دي بالشكل ده، وممكن ابدا ان انا اروح من السايد فيو كده او من الباك فيو واقول له اعمل لي سكيل ليهم، يعني بالنظر كده وانا باصص على الريفرنس بتاعي. يعني اعتقد ان انا ممكن اقول له 1.045، يعني حاجه زي كده ممكن تكون قيمه مناسبه. بعد كده طبعا انا لو بدات احط سب ديفيجن سيرفيس هتلاقي ان انا محتاج احط السبورت لوبس بتاعي. ممكن اخرج بره الايزوليشن مود وامسك الموديل ده مع الموديل ده وارجع للايزوليشن مود تاني، هقول له اقفل لي تاثير السب ديفيجن سيرفيس هنا. ودلوقتي همسك الموديل ده هروح للايدج سيلكشن، همسك اللوب اللي هنا شيفت الت اللوب اللي هنا وهنا وهنا، وممكن اروح من السايد فيو الت زد، هبدا ان انا اقول له كنترول بي علشان اعمل بيفل. هرفع الكروس ويل مره لفوق بحيث ان انا ازود كات، هدوس بي علشان اتحكم في الشيب بتاعي، انا عايز الشيب يكون واحد، ايه علشان ارجع اتحكم في الويدث، وممكن ادوس شيفت كده واحاول ان انا اخليها تقريبا نفس القيمه. يعني ممكن اقول له 0.765 حاجه زي كده ممكن تكون مناسبه. لو انا بدات ان انا افعل السب ديفيجن سيرفيس فالموديل بتاعي دلوقتي بقى زي ما انا عايز. وطبعا محتاج ان انا اقول له شيد سموث. لو فعلت السب ديفيجن سيرفيس هنا وخرجت بره الايزوليشن مود فانا كده الجزء ده هيكون بالنسبه لي خلص. تعالى بقى نبدا نشتغل على الفتحتين بتوع المسمارين اللي المفروض يكونوا موجودين عندنا هنا اللي بيربطوا لي الاجزاء دي كلها ببعض. طبعا الفتحتين دول او الفتحه دي المفروض تكون فتحه كامله من فوق لتحت هنا، والمفروض الموديل ده برضو يكون فيه فتحه، ولكن انا مش هعمل الفتحه اللي في الموديل ده. والموديل اللي فوق هكتفي بان انا احول مجموعه من الفيسز اللي موجوده فوق هنا، هحولهم لشكل دائري واعمل اكسترود لتحت، والجزء اللي هيبقى موجود عندي هنا هو اللي احط فيه راس المسمار. لسبب بسيط ان انت زي ما انت شايف انت عمرك ما هتشوف التفاصيل اللي موجوده عندك جوه هنا من الريندر، ولكن انت ممكن تبدا تختبر المعلومات اللي انت اكتسبتها في الموديلنج لغايه دلوقتي وتشوف انت هتعرف تعالج المشاكل اللي هتقابلك لما تيجي تعمل الفتحه بتاعك كامله ولا هتعمل ايه يعني. طيب اول حاجه انا عايز الفتحه بتاعي تكون نفس السكيل بتاع بقيه فتحات المسامير، لان طبعا المسامير على الموديل كلها هيكون ليها نفس السكيل او نفس الحجم. ولو تفتكر هي دي السيركل اللي احنا كنا عاملين بيها الفتحات بتاع المسامير. لو انا مسكت السيركل والموديل ده كده ورحت الايزوليشن مود، طبعا انا كنت الموديل اللي ورا ده رفعته لفوق شويه، فبالتالي لو انا مسكت السيركل دي وقلت له جي زد وعملت لها سناب هنا، فواضح ان انا كنت عامل نايف بروجكت وبعد كده عملت انست مرتين لجوه وبعد كده عملت اكسترود. لو انت مش فاكر القيمه بتاع الانست دي كام، فممكن تروح للإيديت مود للفيرتكس سيلكشن وتبدا ان انت تقول له جي اكس سناب للفيرتكس دي هنا، فالقيمه عندي هنا 0.4، فبالتالي غالبا انا كنت عامل انست بقيمه 0.2، انست تاني بقيمه 0.2، بعد كده عملت الاكسترود بتاعي لجوه. طيب انا همسك السيركل دي كده واخرج بره الايزوليشن مود، واول حاجه هعملها ان انا هبدا ان انا اقول له شيفت دي واي علشان احرك النسخه بتاعي دي على الواي اكسس، وهبدا ان انا وانا ماسك السيركل دي همسك الموديل ده والموديل ده واروح للايزوليشن مود بحيث ان انا ابقى مركز على الفتحات بتاعي. اول حاجه هبدا ان انا اقول له في الموديل ده اخفي لي تاثير السب ديفيجن سيرفيس واخفي لي تاثير الميرور اللي بيعكس لي الموديل اللي تحت، وانا عايز اعمل الفتحه بتاعي هنا وباستخدام ميرور موديفاير جديد يبدا ان هو يعكس لي التفاصيل دي الناحيه الثانيه. فانا هروح للتوب فيو للايديت مود الت زد وهبدا ان انا امسك نص الموديل اكس وهقول له ديليت فيسز. بعد كده هبدا ان انا احط الميرور موديفاير بتاعي. طبعا انا عايز الميرور ده يكون هو اول موديفاير عندي هنا وعايزه يكون على الاكس، بس زي ما انت شايف هو مش شغال
بشكل مظبوط زي ما انا متوقع. والسبب في كده ان الموديل ده واخد روتيشن فاليو على الزد ب 45، فانا هبدا اقول له كنترول A اعمل لي ابلاي روتيشن، فدلوقتي الميرور هيشتغل معايا بشكل مظبوط. طبعا عايز اقول له بايسكت اكس فليب وهفعل الكليبنج، ولو دوست الت زد هتلاقي عندك مشكله بسيطه هنا ان الاجزاء دي ما اتلحمتش في بعض. لو رحت هنا للميرج زودت القيمه دي خليتها 0.25 هتلاقي المشكله دي اتحلت، بس طبعا اتاكد ان الميرج ما لحملكش حاجه بالغلط انت مش محتاج تلحمها يعني. طيب دلوقتي ممكن ابدا ان انا اخفي تاثير الميرور موديفاير ده وابدا ان انا اركز على الجزء ده كده. اول حاجه السيركل دي انا عايز اعمل لها روتيشن على الاكس اكسس بمقدار 90 درجه عشان تكون باصه في الاتجاه اللي انا محتاجه. ومن التوب فيو هبدا ان انا اقول له جي حرك لي السيركل دي وهعمل لها سناب بحيث ان هي تبقى في نص الفيرتكس اللي موجوده في نص الموديل عندي هنا بالظبط. بعد كده انا هدوس شيفت سي علشان الكرسر بتاعي ترجع لنقطه 0 و0 و0 تاني، وهطلع فوق هنا للترانسفورم بيفوت بوينت اقول له خليه لي 3 دي كرسر بالشكل ده. لو بدات ان انا اقول له ار زد هتلاقي السيركل بتاعك بيتعمل لها روتيشن بالشكل ده، وهو ده اللي انا محتاجه. طيب انا هدوس الت زد دلوقتي، وبالنظر كده هبدا ان انا اقول له ار زد، وهبدا ان انا وانا باصص طبعا على الموديل اللي هي القطعه اللي في النص من تحت واضحه عندي هنا اهي. هبدا ان انا اشوف انا محتاج احط السيركل دي فين. اعتقد ان انا الفتحه بتاعي محتاج احطها في مكان هنا بالشكل ده كده يعني. فانا هعمل روتيشن وانا عايز ان الفيرتكس اللي هنا تكون تقريبا على الايدج اللي هنا دي بالظبط. فانا هاجي هنا كده، اعتقد ان انا لو قلت له خلي لي الانجل 11.25 يعني حاجه زي كده هتكون قيمه مناسبه، وهو ده المكان اللي انا هعمل فيه السيركل بتاعي. طيب اول حاجه انا السيركل دي محتاج ان انا استخدم فيها مجموعه من الايدجز، فانا محتاج اعمل السيركل دي من اول هنا لهنا 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 بالشكل ده. هو ده الجزء اللي انا عايز احوله لشكل دائري. ولو بصيت فوق هتلاقي عدد الفيرتسيز والايدجز كام؟ 16. الكلام ده معناه ان انا السيركل دي الريزوليوشن بتاعها مناسب، لان دلوقتي الريزوليوشن بريفيو 4 وانا عندي 4 فيرتسيز، 4 في 4 ب 16، فانا عندي عدد الفيرتسيز والايدجات اللي انا محتاجها بالظبط. طيب دلوقتي هبدا اعمل ايه بقى؟ هرجع امسك الموديل ده، هروح للايديت مود الت وهمسك اللوب اللي في النص كنترول بلس كنترول بلس، هي دي الاجزاء اللي انا عايز اعمل عليها نايف بروجكت. وانا ماسك الاجزاء دي هبدا ان انا اجي هنا من الاوتلاينر اقول له كنترول امسك لي البيزيه سيركل 4 اللي هي السيركل اللي موجوده عندي هنا من قائمه مش، هبدا ان انا اقول له نايف بروجكت. طبعا لو انت عايزه يقطع لك في الموديل من تحت كمان فانت لازم من التوب فيو تبدا ان انت تقول له كات ثرو فهيقطع لك بالشكل ده. انا بالنسبه لي قلت لك انا مش هعمل الفتحه بتاعي كامله، انا هكتفي بان انا الجزء الدائري ده اعمل له اكسترود لتحت واحط الراس بتاع المسمار بتاعي هنا. طيب انا دلوقتي عملت الفتحه بتاعي، فانا هخرج بره الايديت مود، همسك الموديل ده لوحده، هخرج بره الايزوليشن وارجع تاني الايزوليشن مود بحيث ان انا اكون مركز على الجزء اللي موجود عندي هنا. واول حاجه ان انا هروح للفيرتكس سيلكشن، همسك الفيرتسيز دول، وممكن امسك شيفت امسك دي كمان واللي موجوده هنا اكس، هبدا ان انا اقول له ديزولف فيرتسيز. فبالشكل ده السيركل بتاعي بقت كلين، يعني اقدر اشوف انا محتاج اظبط التوبولوجي ازاي بشكل افضل. اول حاجه انا هفعل الاوتو ميرج، همسك الفيرتكس دي والفيرتكس دي هقول له جي جي الحمهم لي فوق هنا. نفس الكلام في الفيرتكس دي والفيرتكس دي جي جي الحمهم لي فوق هنا. من تحت عايز اعمل نفس الكلام ده، همسك دول جي جي وهبدا ان انا اقول له الحمهم لي هنا من هنا وهنا، دول برضو عايز الحمهم تحت هنا. بعد كده هبدا ابص على الاجزاء دي، ممكن امسك الثلاثه فيرتسيز دول والفيرتكس دي في الاخر ام هقول له ميرج ات لاست، وفوق هنا همسك دي اقول له جي جي الحمها لي هنا. هنا همسك الثلاثه دول والفيرتكس دي في الاخر ام ميرج ات لاست. النص ده كده عندي بقى تمام. عايز اعمل نفس الكلام ده الناحيه الثانيه، همسك الثلاثه فيرتسيز دول ودي في الاخر ام ميرج ات لاست. الفيرتكس دي هعمل لها سلايد جي جي والحمها هنا، والثلاثه دول هبدا ان انا اقول له ميرج ات لاست عشان يلحمهم لي هنا بالشكل ده. هروح للفيس سيلكشن مود، همسك الفيس ده هبدا ان انا اعمل انسيت بقيمه 0.2، شيفت ار عشان يكرر لي الانسيت ده تاني. هبدا ان انا اقول له اي اعمل لي اكسترود، ممكن اقول له 0.2 بس بالسالب علشان يبدا ان هو يضيف لي السبورت لوب اللي انا محتاج احطها هنا. بعد كده هبدا ان انا اقول له اي تاني، ويعني هعمل اكسترود يعني باي قيمه حاجه بالشكل ده كده. هبدا بعد كده اقول له انسيت وام كولابس علشان اتخلص من الانجون اللي موجود عندي هنا. طبعا دلوقتي انا محتاج امسك اللوب دي وهبدا ان انا اقول له كنترول بي، هزود كات
P علشان اتحكم في الشيب، انا عايز الشيب يكون 1، A عشان ارجع اتحكم في الويدث تاني، وهقول له خليها لي 0.2 برضو حاجه بالشكل ده. لو بدات ان انت تفعل السبديفيجن سيرفيس هتلاقي ان الموديل بتاعك كلين، وهي دي الفتحه اللي انا هحط فيها راس المسمار بتاعي. طبعا انت ممكن تحس ان انت في عندك جزء هنا حاد شويه كده، يعني هو يعتبر مش باين او مش عامل لي مشكله كبيره، ولكن انت لو عايز تتخلص من الجزء ده لو هو مضايقك ممكن تبدا ان انت تمسك الايدج لوب اللي بره هنا دي، وهتقول له جي وتبدا ان انت تعمل لللوب دي سلايد كده تلحمها جوه هنا. لو فعلت السبديفيجن سيرفيس هتلاقي المشكله اللي عندك هنا دي اتحلت، رغم ان هي ما كانتش باينه قوي يعني. طبعا انا دلوقتي لو خرجت بره الايزوليشن مود وبدات ان انا اقول له فعل لي الميرور موديفاير ده الناحيه الثانيه، وفعل لي الميرور اللي بيعكس لي الموديل ده لتحت، فبالشكل ده انا لو حطيت راس المسمار بتاعي هنا مش هتحس ان انت، او يعني في الريندر هتحس ان الجزء ده هو فيه مسمار كامل داخل عندك في الاجزاء دي. بس طبعا زي ما قلت لك انت ممكن تحاول تعمل الفتحه كامله وتشوف انت هتعرف تعمل حاجه زي كده ولا لا. طيب دلوقتي بكل بساطه انا ممكن اعكس بقى الاجزاء اللي موجوده عندي فوق دي لتحت هنا، وعلشان اعمل كده انا عارف ان انا الموديل ده عكسه تحت عن طريق الميرور موديفاير اللي هو اسمه ميرور 001 وباستخدام الامتي 002 اللي هنا. فبدل ما احط ميرور واقعد اسلكت الامتي تاني، انا ممكن امسك الموديل ده شيفت الموديل ده وشيفت الموديل ده في الاخر بحيث ان هو يكون الاكتيف اليمنت، كنترول سي، وهقول له كوبي سيلكتد موديفايرز، وهقول له انا عايز اعمل كوبي للميرور 001 بس، وهقول له اوكي. فبالتالي هتلاقي ان هو خد لك الميرور موديفاير بتاعك ده عندك تحت. ممكن طبعا اقول له فعل لي السبديفيجن سيرفيس على الموديل اللي موجود هنا، والميرور ده ممكن اطلعه فوق السبديفيجن، يعني حاجه بالشكل ده كده. طبعا نفس الكلام عايز اعمله هنا، انا عايز الميرور ده يكون قبل السبديفيجن سيرفيس، يعني حاجه بالشكل ده. هتلاقي الموديل بتاعك ما فيهوش اي مشاكل واتعكس تحت في الاماكن المظبوطه. طبعا احنا فاضل لنا دلوقتي حاجتين، ان احنا نعمل السلندر الموجوده هنا ونحط المسامير في مكانها. بكل بساطه همسك الموديل بتاعي ده، ممكن اقفل تاثير السبديفيجن سيرفيس مؤقتا، بعد كده هروح للايديت مود، هروح للفيس سيلكشن مود، همسك الفيسز اللي هنا شيفت دي رايت كليك عشان يفضلوا مكانهم بي، وهقول له سيبريت سيلكشن. هخرج بره الايديت مود، دلوقتي هتلاقي الموديل ده بقى موجود عندك بشكل منفصل. وطبعا انا عشان عملت له سيبريت من موديل عليه موديفايرز فهو عمل له سيبريت وخد لي نفس الموديفايرز دي موجوده عندي. طيب انا بكل بساطه هبدا ان انا اروح من الباك فيو كده، هروح للايديت مود الت زد، هروح للفيرتكس سيلكشن مود، همسك الفيرتيس دول وابدا ان انا اقول له جي زد وهنزل تحت كده. طبعا انا عشان الكليبنج عندي متفعل في الميرور موديفاير، فبالتالي لو بدات ان انا اقول له جي زد للفيرتيس بتوعي هو مش هيخليني اعدي المكان اللي هو بيتقاطعوا فيه مع بعض يعني. طيب واضح ان انا النورمالز بتاعي مش مظبوطه، فهدوس A واقول له شيفت ان علشان يظبط لي النورمالز بتاعي. ولو تفتكر انا قلت لك ان السلندر دي، يعني تعال نبص عليها في الريفرنس كده، تحس ان هي الى حد ما السكيل بتاعها من تحت اصغر حاجه بسيطه خالص من فوق. يعني انت ممكن تسيبها زي ما هي، او ممكن تبدا الميرور موديفاير ده هو اللي بيبدا ان هو يكمل لك الجزء ده من تحت. ممكن تبدا تقول له ابلاي وتروح للايديت مود، تمسك اللوب اللي هنا اكس ديزولف ايدجز، والت زد همسك اللوب اللي موجوده تحت وابدا ان انا اقول له اعمل لي سكيل، يعني حاجه بسيطه. طبعا الترانسفورم بيفوت بوينت عندي 3 دي كيرسر محتاج اغيرها ميديم بوينت تاني، وابدا ان انا اقول له سكيل، يعني حاجه بالشكل ده ممكن تكون مناسبه. ممكن اقول له خليه السكيل بوينت 95 مثلا، يعني حاجه بالشكل ده. والمسافه اللي هنا ما عنديش مشاكل فيها لان انا في المايك قدامي شايف ان هو في مسافه بسيطه هنا يعني. طبعا الميرور موديفاير اللي موجود دلوقتي ده عكس لي التفصيله دي الناحيه الثانيه، ممكن ابدا ان انا اقول له فعله لي كمان على الواي بالشكل ده، فهيحطهم لي في مكانهم على الواي اكسس من هنا. وبالشكل ده لو انا بدات ان انا افعل السبديفيجن سيرفيس هنا، الموديل بتاعي هيكون خلص بشكل كامل. كل اللي ناقصني ان انا احط المسامير بتاعي في الفتحات اللي انا عايزها. بالمناسبه لو انت بتدوس كنترول سي والقائمه بتاع الكوبي اتريبيوتس دي مش ظاهره لك بنفس الشكل اللي انت شايفه قدامك ده، اطلع لقائمه اديت بريفرنسز، ومن الجيت اكستنشنز دور على ادون اسمه كوبي اتريبيوتس منيو، اعمل له انستول، فهتلاقي القائمه عندك بتظهر زي ما هي ظاهره عندي كده. طيب
بالنسبه بقى للمسامير اللي احنا عايزين نعملها دي، انا مش عايز اقعد اعمل موديلنج للمسامير دي بايدي، فبالتالي انا عندي ادون برضو من قائمه جيت اكستنشنز هنا، دور عليه اسمه بولت فاكتوري، اعمل له انستول، واول لما هتعمل له انستول لو بدات تدوس شيفت اي من قائمه مش هتلاقيه ضاف لك حاجه تحت هنا اسمها بولت، وبولت معناها مسمار، فهو ادون ببساطه بيساعدك ان انت تعمل مسامير للموديلز بتاعك. انا اول مسمار عايز اعمله في الفتحه اللي موجوده عندي هنا دي، فانا هاخد الموديل ده في الايزوليشن مود، هبدا ان انا اقول له اقفل لي تاثير السبديفيجن سيرفيس والميرور اللي بيعكس لي الموديل بتاعي تحت، وبالنسبه للميرور الاولاني ده انا عايز اعمل له ابلاي، لان انا محتاج ان انا امسك اللوب اللي موجوده عندي دي من بره كلها، وابدا ان انا احط ال 3 دي كارسر في النص هنا، فبالتالي انا محتاج اقول له اعمل لي ابلاي للميرور موديفاير الاولاني، هروح للإيديت مود وهمسك اللوب دي شيفت اس كارسر تو سيلكتد، هخرج بره الإيديت مود شيفت اي ومن قائمه مش هبدا اقول له نزل لي بولت. طبعا اول حاجه انا عايز الروتيشن على الاكس يكون 90 درجه علشان يبقى باصص في الاتجاه المناسب، ولو انت ركزت على شكل الراس بتاع المسمار دي هتلاقيها بالظبط هي نفس راس المسمار اللي احنا كنا حاطينها في التفصيله دي عندنا، لو انت ركزت كده الشكل الدائري في الراس الثلاثيه والتفاصيل اللي موجوده هنا هتلاقيها هي بالظبط نفس الشكل اللي موجود عندي هنا. فانت ممكن تبدا ان انت تمسح كل التفاصيل اللي ورا دي وتستخدم الموديل ده في ان انت تحطه في التفصيله دي يعني. طبعا انا دلوقتي المسمار اللي انا محتاجه شكله مش كده، يعني انا لو بدات ابص على الريفرنس بتاعي انا عايز مسمار يكون حاجه بالشكل ده، لو انت بدات تبص مثلا على الريفرنس من هنا فالمسمار بتاعي شكله دائري، ومن جوه هتلاقي ان انت عندك كيرف صغير في كيرف كبير، كيرف صغير في كيرف كبير، وهكذا، هو ده شكل المسمار اللي انا محتاجه. فانا عندي هنا بارامترز كتير بتحدد لي شكل المسمار والدايمنشنز والابعاد بتاعه وهكذا. اول حاجه طبعا الموديل ده فيه بولت وفيه نط، يعني انت ممكن تخليه صاموله بدل مسمار، انا طبعا عايزه مسمار فهخليه بولت. البت تايب لو انت غيرتها هتلاقي فيها 3 انواع، لو انت بدات تتغير هتلاقي شكل الراس بتاعك بتتغير بالشكل ده، المناسب بالنسبه لنا هيكون التوركس، او انا مش عارف بتتنطق ازاي، اللي هي TORX، لو اخترتها هتلاقي هو ده شكل راس المسمار اللي انا محتاجها، الكيرف الصغير في الكيرف الكبير في الصغير في الكبير وهكذا، فهو ده اللي انا محتاجه. بس انا عايز راس المسمار تكون من بره دائريه، انا مش عايزها تكون شكلها سداسي لان هي هتتحط في المساحه اللي موجوده عندي هنا. لو انا نزلت هنا للهيد وغيرت الهكس دي خليتها كاب هتلاقي ان الراس بتاع المسمار بتاعك رجعت دائريه تاني زي ما كانت. طيب طبعا عندنا بارامترز كتير ممكن نتحكم فيها في السكيل بتاع المسمار، ولكن انا هسيبه زي ما هو، وهبدا ان انا اروح للفرونت فيو واقول له اعمل لي سكيل لراس المسمار بتاعي، يعني حاجه بالشكل ده ممكن تكون مناسبه لغايه اما اوصل للوضع المناسب. ممكن اعمل سكيل حاجه بسيطه كمان، يعني حاجه كده، وطبعا انا لو بدات امسك الموديل ده وافعل السبديفيجن سيرفيس موديفاير فتقريبا السكيل ده هو اللي انا محتاجه للمسمار بتاعي. تعالى نقفل السبديفيجن سيرفيس هنا تاني، همسك المسمار ده وهبدا ان انا اقول له جي واي، وعايز ارجعه لورا كده شويه، يعني هو مش موجود على الحافه بالظبط فانا محتاج ان انا ارجعه لورا، يعني يبقى في مسافه حاجه كده مثلا، يعني حاجه بسيطه بالشكل ده. طبعا اول حاجه ممكن تلاحظها ان انت لو دوست الت زد هتلاقي ان في تقاطع ما بين المسمار وما بين المسافه اللي احنا سايبينها للراس بتاع الموديل بتاعك. يعني ممكن تبدا ان انت تعالج حاجه زي كده عن طريق ان انت تروح للايديت مود وتمسك الفيرتسيز مثلا دول، بس خد بالك من حاجه، الاوتو ميرج عندي فعال فوق، لو انا بدات ان انا اقول له جي واي بالشكل ده وهسيبه في اي مكان كده مثلا هتلاقي ان هو بيلحم لك فيرتسيز كتير في بعض. السبب في كده ان السكيل بتاع المسمار بتاعي ده صغير جدا، فبالتالي المسافه بتاع الاوتو ميرج من الاوبشنز هنا اللي هي 3 شولد، المسافه دي تعتبر كبيره جدا على الايه السكيل بتاع المسمار بتاعي. فلو انت عايز تغير شكل المسمار بتاعك او السكيل، اول حاجه اقفل الاوتو ميرج وابدا ان انت اقول له جي واي، يعني اعمل حاجه بالشكل ده مثلا. بعد كده ممكن ان انت تبدا تمسك الفيرتسيز كمان اللي جوه دول بالشكل ده، وممكن ابدا ان انا اقول له جي واي بي، وهقول له مثلا سناب لي من الفيرتكس دي للفيرتكس اللي موجوده عندي هنا، يعني حاجه بالشكل ده ممكن تكون مناسبه بالنسبه لي. طبعا الكلام ده مش مهم لان كده كده التفاصيل دي كلها مخفيه ومش ظاهره، مش باينه عندي، فانت اصلا ممكن كل الفيسز اللي هنا دي تمسحها وتكتفي بالموديل بتاع ايه
بتاع راس المسمار بتاعك بس طبعا انت مش هتمسح الفيرتيز اللي موجودين عندنا هنا دول. طيب عايز ابدا ان انا اعمل ايه دلوقتي؟ انا الموديل ده عايز احط عليه سبديفيجن سيرفيس. لو انا بدات اقول له حط لي سبديفيجن سيرفيس موديفاير هتلاقي الموديل بتاعك باظ. السبب في كده ان انا طبعا التوبولوجي زي ما انت شايف مش احسن حاجه خالص، التوبولوجي وحش جدا، وعندي تراينجلز كتير، وعندي فيرتيسيز متوصله بايدجات بالهبل زي ما انت شايف كده. فاول حاجه انا عايز اعملها، انا عايز اروح للايديت مود وعايز ابدا امسك اللوب اللي هي على شكل دايره اللي موجوده عندي بره دي كلها. طبعا لو دوست الت كليك مش هتعرف تمسك اللوب دي بكليكايه واحده لان التوبولوجي عندك مش مظبوط. فانا هكليك على اي ايدج هنا وهدوس كنترول وهبدا ان انا ازود على السلكشن بتاعي بالشكل اللي انت شايفه ده، يعني حاجه بالشكل ده كده ممكن تكون مناسبه. وانا عايز افعل الاوتو ميرج بتاعي عشان انا عايز اعمل سكيل واخلي الايدج لوب دي يتعمل لها ميرج مع الايدج لوب اللي بره هنا. فهبدا ان انا اقول له اعمل لي سكيل حاجه بالشكل ده مثلا واسيب كده، هتلاقي ان هو لحمها لك. دلوقتي ممكن اقفل الاوتو ميرج بتاعي تاني، وواضح ان اصلا الموديل نازل فيه مشاكل زي ما انت شايف كده. فانا ممكن امسك اللوب دي وادوس اف علشان اعمل فيل، هروح للفيرتسيز همسك الاثنين دول وابدا ان انا اقول له جي علشان يعمل لي جوين. الفيرتكس دي همسكها ثم الفيرتكس دي وهبدا ان انا اقول له ام ميرج ات لاست. فانا كده الموديل بتاعي بقى كونسيستنت، يعني نفس التفاصيل اللي الناحيه دي بقت موجوده الناحيه الثانيه. طيب اول حاجه عايز اعملها انا هروح للفيس سيلكشن مود، همسك اي فيس من اللي موجودين عندي هنا شيفت جي وهقول له سيلكت سيميلر كو بلانر، فهيمسك لك كل الفيسز اللي على مستوى واحد. وممكن تدوس الت زد كده عشان تتاكد ان هو مش ماسك لك اي حاجه زياده بالغلط. بعد كده هبدا ان انا اقول له اي علشان يعمل لي انست، وممكن اخلي قيمه الانست دي تبقى 0.01 مثلا، يعني حاجه بالشكل ده ممكن تكون مناسبه. محتاج برضه احط سبورت لوب فوق هنا وتحت هنا، فممكن اقول له كنترول ار اضيف لوب في النص، وهبدا ان انا اقول له كنترول بي وهعمل بيفل يعني حاجه بالشكل ده. عايز احاول اخلي السكيل بتاع البوليجون ده يكون شبه السكيل بتاع البوليجون اللي هنا. ممكن ابدا ان انا اقول له خليها لي 0.045 مثلا، يعني اعتقد ان كده ممكن تكون قيمه مناسبه بالنسبه لي. هروح للفيرتكس سيلكشن مود، همسك الفيرتكس اللي في النص دي كنترول بلس وهبدا ان انا اقول له اعمل لي انست تاني بقيمه 0.01 برضو، يعني حاجه بالشكل ده. بعد كده هعمل انست بقيمه بسيطه خالص، يعني حاجه كده مثلا، وهبدا اقول له اعمل لي سكيل، يعني بحيث ان انا يكون عندي 2 سبورت لوبس في الاجزاء دي. لو انا فعلت السبديفيجن سيرفيس موديفاير دلوقتي هتلاقي ان المشاكل اللي كانت موجوده عندك اختفت. ممكن اخرج بره الايديت مود رايت كليك واقول له شيد سموز، وممكن ابدا ان انا اقول له مثلا خلي لي الليفلز في الفيو بورت تكون 2. طبعا بالنسبه للمسمار تفصيله صغيره قوي زي دي كتير قوي ان هي تبقى 2، اعتقد ان واحد هيكون كفايه يعني. طيب المكان الوحيد اللي ممكن تلاقي فيه مشكله دلوقتي هو المكان اللي موجود هنا ده، والسبب في الموضوع ده ان زي ما انت شايف التوبولوجي بتاعي ملخبط خالص. يعني هو مش لازم ان انت تعالجه لان برضو التفاصيل دي عمرها ما هتكون باينه عندك، ولكن انت ممكن تروح للايديت مود للفيس سيلكشن، تمسك اي فيس من دول شيفت جي وتقول له سيلكت سيميلر كو بلانر واكس، وهتبدا ان انت تقول له ليميتد ديزولف، فهيشيل لك كل الايدجات اللي ملهاش لازمه في النص هنا. هبدا ان انا اقول له اي اعمل لي انست 0.01، هدوس شيفت ار وشيفت ار كمان مره علشان يكرر لي نفس الانستس دي، واخر انست هنا هدوس ام واقول له كولابس بحيث ان هو يقفلها لي. لو انا فعلت السبديفيجن سيرفيس موديفاير هتلاقي ان اغلب المشاكل اللي كانت موجوده عندك هنا اتحلت. يعني طبعا عندنا شويه مشاكل كده بس يعني انا مش هضيع وقت في ان انا اعالجها، بس عموما عشان تبقى عارف السبب فيها هو المنظر بتاع الايدج لوب اللي هنا ده. بس يعني زي ما قلت لك الاجزاء دي مش هتكون باينه خالص، فانا مش هشغل بالي بالتفاصيل دي. لو انا بدات ان انا امسك الموديل التاني اللي بره ده واقول له فعل لي سبديفيجن سيرفيس، يعني اعتقد ان السكيل بتاع المسمار بتاعنا مناسب وكل حاجه تمام. ممكن ابص من الفرونت فيو كده، يعني اعتقد ان السكيل ما فيهوش مشاكل. ولو انت حابب ممكن تبدا ان انت تكبر السكيل ده حاجه بسيطه، يعني ممكن اجي هنا للسكيل واقول له خليه لي يبقى مثلا 12.9، يعني حاجه بسيطه كده هتكون كفايه بالنسبه لي. وطبعا هقول له كنترول اي ابلاي سكيل. طيب انا عايز المسمار ده
اخد منه دبليكيت هتتحط هنا وهتتحط الناحيه الثانيه وهتتحط برده في الاجزاء اللي ورا. فهدوس شيفت سي علشان يرجع لي الكيرسر لنقطه 0 و0 و0 تاني، وهطلع فوق هنا اقول له الترانسفورم بيفوت بوينت خليه لي 3 دي كيرسر. ممكن اقفل تاثير السبديفيجن سيرفيس علشان الموديل بتاعي يكون اخف شويه. بعد كده هبدا ان انا اقول له الت دي علشان انا عايز اعمل دبليكيت انستنس، ورايت كليك عشان يفضل في مكانه. هبدا ان انا اقول له ار زد 90، فهتلاقي ان المسمار اتحط في المكان المظبوط بالنسبه لي هنا. هبدا ان انا امسك الموديل ده تاني الت دي رايت كليك ار زد سالب 90، فهو اتحط في مكانه هنا. طبعا انت علشان تحط المسمار ده هنا كمان فانت مش هينفع، يعني انا لو بدات اقول له ار زد كده يعني ممكن تبدا ان انت تظبط حاجه زي كده بالنظر مثلا، ولكن انا ممكن اقول لك على تريكايه كده برضو ممكن تفيدك. انا همسك الموديل ده والغي تفعيل السبديفيجن سيرفيس من عليه، هروح للايديت مود وهبدا ان انا اقول له وديني للفيس سيلكشن مود، وهبدا ان انا امسك الفيسز اللي هنا دي كلها، وهبدا ان انا امسك الفيسز اللي في الناحيه الثانيه. هقول له شيفت دي رايت كليك عشان يفضلوا في مكانهم، وهقول له بي اعمل لي سيبريت سيلكشن. وبعد كده هبدا ان انا امسك الموديل ده بقى، وهمسك الفيرسيز اللي موجودين على الطرف عندي هنا، وهبدا اقول له اي رايت كليك عشان الاكسترود ده يفضل في مكانه، ام كولابس. عايز اعمل نفس الكلام من تحت، همسك اللوب دي اي رايت كليك ام كولابس. طبعا دلوقتي انا محتاج اظبط النورمالز، فهمسك كل حاجه واقول له شيفت ان. عايز ابدا ان انا اعمل ايه بقى؟ همسك هخرج بره الايديت مود وهمسك الموديل ده، وانا عايز اسناب الموديل ده للفيرتكس اللي هنا، وفي نفس الوقت انا عايز الموديل ده ياخد نفس الايه، نفس الروتيشن فاليو بتاع الموديل اللي موجود عندي هنا، او بتاع النورمالز بتاع الفيرتكس اللي هنا. فببساطه انا هطلع للقائمه بتاع السناب هنا، وهتلاقي عندك حاجه اسمها align rotation to target. لو انت فعلت ده وبدات ان انت تمسك الموديل ده كده برضو الت دي، وهدوس كنترول عشان اسناب للفيرتكس دي، زي ما انت شايف المسمار خدت نفس الايه، نفس الروتيشن بتاع الفيرتكس اللي هنا. نفس الكلام هبدا ان انا اقول له الت دي، وهبدا ان انا سناب للفيرتكس اللي موجود عندي هنا. دلوقتي الموديل ده انا مش محتاجه، هدوس اكس واقول له اعمل لي ديليت. هبدا ان انا امسك الاثنين موديلز دول، وممكن ارجع تاني اقول له خلي لي الترانسفورم بيفوت بوينت يكون انديفيدوال اوريجنز المره دي، وهبدا ان انا اقول له جي زد وكمان مره زد علشان يتحرك على اللوكال زد اكسس حاجه بالشكل ده، وهبدا ان انا احطه في مكانه مظبوط. يعني اعتقد ان حاجه زي كده ممكن تكون مناسبه، وبالشكل ده انا حطيته بالظبط في المكان اللي انا محتاجه. يعني حاجه بالشكل ده كده. لو مسكت الموديل ده وبدات ان انا بقى افعل السب ديفيجن سيرفيس موديفاير، هتلاقي ان انا كل حاجه عندي بقت مظبوطه زي ما انا عايز. اعتقد ان انا ممكن امسك المسمارين دول وابدا تاني اقول له جي زد زد، وابدا ان انا ادوس شيفت كده، يعني عايز ارجعهم حاجه بسيطه كمان. يعني هالمسامير في المايك قدامي ما هياش موجوده على الحافه، هي داخله لجوه شويه. يعني حاجه بالشكل ده كده. انا خلصت الايه، خلصت المسامير اللي موجوده عندي في الجزء ده. طبعا انا لو مسكت الموديل، وتعالى كده نقفل تاثير السبديفيجن سيرفيس، لو رحت فعلت الميرور اللي بيعكس لي الموديل تحت، انا عايز المسامير دي زي ما هي فوق تبقى موجوده تحت. ممكن ابدا ان انا امسك المسامير دي كلها بالشكل ده، وهقول له برضو الت دي، وهقول له زد علشان يحركهم لي على الزد اكسس، وممكن ادوس الت واعمل زوم ان هنا كده واقول له انا عايزك تسناب لي هنا. بس زي ما انت شايف انا حصل عندي مشكله. المشكله دي حاصله ليه؟ المشكله دي حاصله لسببين. اول حاجه انا عايز اعمل كنترول زد كده، طبعا انا دلوقتي عملت اندو للدبليكيت اللي انا عملته. انا عايز اروح هنا واخلي الترانسفورم بيفوت بوينت ميديان بوينت، وعايز اجي هنا اقفل الالاين روتيشن تو تارجت، ده برضو انا مش محتاجه. دلوقتي لو بدات ان انا اقول له الت دي زد وبدات ان انا سناب هنا، فهتلاقي المسامير بتاعك اتحطت في اماكنها مظبوطه. لو فعلت السب ديفيجن سيرفيس موديفاير، هتلاقي ان دلوقتي المسامير بتاعي اتحطت في كل الاماكن اللي انا محتاجها بشكل مظبوط. لو خرجت بره الايزوليشن مود زي ما انت شايف الموديل بتاعي كمل كده. فاضل بس ان انا عايز احط نفس المسامير دي هنا في الاجزاء دي طبعا من فوق ومن تحت. فانا هعمل ايه؟ انا همسك الموديل ده وهبدا ان انا اقول له الت دي، وهسيبه في مكانه كده مبدئيا، وتعالى نمسك الموديل ده معاه ونروح للايزوليشن مود. هقفل تاثير السب ديفيجن سيرفيس مش محتاجه دلوقتي، وهمسك المسمار بتاعي ده
وهطلع فوق تاني في القائمه بتاع السنابنج هقول له align rotation to target، وبعد كده هبدا ان انا اقول له جي وهسناب للفيرتكس دي بالشكل ده، وهبدا ان انا اقول له الت دي وهسناب للفيرتكس الثانيه اللي موجوده هنا، وهمسك الاثنين دول وبعد كده هبدا اقول له جي زد وهبدا ان انا انزلهم في اماكنهم، يعني حاجه بالشكل ده. برضو عايزهم يكونوا جوه الموديل بتاعي حاجه بسيطه كده. طبعا انا عايز اعمل نفس الكلام ده من تحت برضو، فممكن ابدا ان انا اقول له امسك لي واحد منهم يعني بالشكل ده. تعالى نمسك ده الاول، بعد كده هقول له الت دي وهبدا ان انا اسنابه هنا، همسك ده الت دي وهبدا ان انا اسنابه هنا، همسك الاثنين دول بعد كده هبدا ان انا اقول له جي زد وهبدا ان انا ارفعهم احاول احطهم في ايه، يعني تقريبا في نفس المكان، يعني حاجه بالشكل ده ممكن تكون مناسبه. وبكده انا الموديل بتاعي كله يكون خلص. لو بدات اقول له فعل لي سبديفيجن سيرفيس هنا ممكن اخرج بره الايزوليشن مود، وعلشان انا الدبليكيت بتاعي عامله كله انستنس فكل الموديلز بتاعي دي لينكد، فلو انا مسكت اي مسمار ودوست شيفت ال هتلاقي ان انت ممكن تعمل سيلكت لينكد اوبجكت داتا فهيمسك لك كل المسامير اللي موجوده عندك، وممكن تدوس الت وتفعل السبديفيجن على المسامير كلها. طبعا الوضع تقيل شويه فاحنا هنستناه كده لما يفعل السبديفيجن سيرفيس، يا رب ما يعملش كراش، ان شاء الله مش هيعمل. تمام هو ما عملش كراش، فانا كده اكون خلصت الموديل بتاعي بشكل كامل. يعني لو بدات ان انا اروح افعل المات كاب بتاعي وبدات ابص على الموديل من جميع الاتجاهات، يعني الموديل خلص وتقريبا او هو بالظبط نفس الموديل اللي موجود في الريفرنسز عندي. يعني بالشكل ده يبقى كل الموديل بتاعنا خلص. تعالوا نرجع تاني للاستوديو لايتنج. ممكن ادوس F4 طبعا ده اختصارا عامله، ممكن تدوس F4 يعني ممكن تعمل نفس الاختصار او تيجي من فوق هنا من الاوفرلايز تفعل الواير فريم او تقفله. بالشكل ده الموديلنج بتاعنا كله يكون خلص، واتمنى ان انت تكون استفدت بالقدر الكافي يعني. ما تنساش طبعا لو الفيديوهات لقيتها مفيدة ليك اعمل سبسكرايب عشان ما يفوتكش اي حاجة بننزلها، اعمل لايك، لو عايز تقول اي حاجة في الكومنت او عندك اي سؤال فسيبهولي في الكومنتات. اشوفك الفيديو الجاي، سلام.